بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تابعت مقابلة لدولة الدكتور عبد الله نسور، ويتحدث فيها عن التزوير، ويتحدث فيها عن الخلل في العملية الانتخابية، لأنه قال حينما أراد أن يترشح قيل له لا تترشح، فقال هذا حقي، فقيل له إذن يعني بمعنى سنقف ضدك لن تنجح، فاستنتج أنه هذا يعني التدخل في الانتخابات. وأنا الحقيقة بغض النظر عن هذه الرواية يعني لست معنيا لا بتصديقها ولا بتكذيبها، ولكن أقف عند قضية التزوير في الانتخابات. في يوم من الأيام عام 97 بعد أن قاطع الإخوان المسلمون الانتخابات، وأنا كان لي رأي أن لا يقاطعوا، اتصل بي نائب رئيس الوزراء آنذاك السيد عبد الله نسور، وقال لي نريد أن تنزل للانتخابات. فقلت له لماذا لماذا هذا الطلب؟ هل لأن الشيوخ غابوا تريد لحى بديلة؟ فقال لا، أنت أداؤك كان جيدا، نريد أن يبقى روح في المجلس. فأردت أن أتخلص من القضية، فقلت له أنا ترشحت باسم حزب، وأنا الآن لست في حزب، وترشح جزء من القبيلة ساندني، والآن هناك شباب آخرون في القبيلة يريدون أن يخوضوا المخاضة. فقال هذا لا يهم. فأردت أن أقطع الطريق نهائي، فقلت له أنا حتى المال ما عندي مال. فقال بالحرف الواحد، قال المال والنتيجة علينا، المال والنتيجة علينا. هذا الكلام أشهد الله تعالى أنه قد قاله لي عبد الله نسور، المال والنتيجة. ما معنى المال والنتيجة؟ هل عبد الله نسور سيدفع المال من جيبه؟ وكيف يضمن النتيجة؟ هذا أنا أتركه لكم لتتفحصوا ولتقارنوا بين ما قاله وبين ما قاله عن نفسه وما قاله لي. والله سبحانه وتعالى هو الذي رأى كل ذلك، وهو الذي سجل كل ذلك. أنا أقدم هذه الشهادة ليس طمعا بشيء ولا انتقاما من شيء. وأذكر أن جلسة الثقة في حكومة عبد الله نسور تحدث بهذا الموضوع أيضا معالي النائب الأسبق محمود الخرابشة، وذكر هذا في مداخلته حول الثقة بحكومة عبد الله نسور. شكرا لكم.